من هو مصطفى محمود من بنته بقى؟ احنا ممكن نقول كلام كتير كصحفيين وكناس تابعنا وقرينا واستمتعنا وحاولنا نفهم تركيبة شخصية الدكتور مصطفى. انما من بنته بقى ممكن شاب يقول مين مصطفى محمود، نقول له ايه؟ هو إنسان طيب من آل البيت. ايوه، ينتسب الى علي زين العابدين. وقضى حياته في طنطا. مشكلته ان هو مصطفى محمود اتولد فيلسوف. يعني هو كان يعني في نقاش وجدال كتير قوي عن مصطفى محمود، ان هو لا ده مش متدين، لا ده بيغير افكار، ولا هو مصطفى محمود مش بيغير. ربنا ولده فيلسوف، ولده فيلسوف يعني ايه؟ بيفكر في كل حاجه من هو صغير. اما كان طفل صغير عنده 3 سنين او 4 سنين وبدا يخش الكتاب، وبدا يتعرض للعنف ورفض ان هو يروح الكتاب، بقى ياخد الورق ويعمل منه مراكب ويمشيها في الميه ويتخيل ان هو كريستوفر كولومبوس وبيفتتح بلاد. طبعا ما فيش حد في السن ده بيقدر يبقى عنده التفكير بالعمق ده، فهو اتولد ربنا خلقه كده وهو نمى ده. مصطفى محمود كان بيحب جميع انواع الفنون، يعني كان بيحب الناي وبيحب التمثيل وبيحب الاخراج وبيكتب مسرح، وليه اصدقاء من كافه صحيح. من كافه الأنشطة والثقافات الايديولوجيات والفنون.